تمتد المراقبة الدقيقة للأقلية الإسلامية الصينية إلى الخارج. من 25 وحتى 29 من يوليو توجه الحجاج المسلمين من جميع المحافظات الصينية لأداء فريضة الحج لعام 2018، ووصل عدد الحجاج المتوجهون إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أداء الفريضة إلى نحو 12,000 حاج. ولكن قبل الرحيل من مطار بكين قامت الحكومة الصينية بإعطاء جميع الحجاج بطاقات إلكترونية ذكية، وطلبت منهم إبقائها معهم بشكل دائم، وأن يتم تعليقها على الرقبة، بحيث تحتوي البطاقات على جهاز تعقب GPS لتسجيل البيانات الشخصية. وفقا لما ذكرته صحيفة شينجيانغ ديلي، في الأول من أغسطس استخدمت الحكومة الصينية القوى العاملة الغنية للسيطرة على شباب الإيغور للعمل في المدن الصينية في نظام العقود. وفي النصف الأول من العام الحالي حققت الحكومة الصينية 1,390,000 وظيفة لنقل العمال من شينجيانغ، وأكملت 52% من خطة الاستهداف السنوية. وفي 13 من يوليو ذهب 77 شخصا من مقاطعة بيشان للعمل في المدن الصينية، وهيأت محافظة بيشان 5,410 شابا للخروج إلى العمل، وقامت المقاطعة بنقل 7,826 شخصا عبر المنطقة، وأكملت خطة نقل 5,500 شخص في منطقة هيتان. في تقرير شينجيانغ الاقتصادي في الأول من أغسطس، توجه 20 طالب من المرحلة الابتدائية من أوروميتشي إلى جينغقانغشان للمشاركة في مخيم صيفي لمدة 9 أيام. وفي 6 من أغسطس سيتوجه 50 طالب من مدرسة ابتدائية من مقاطعة يينغشا في محافظة كاشغار إلى مدرسة الآداب الثقافية في مدينة جينينغ بمقاطعة شاندونغ لمدة أسبوع. والغرض من ذلك هو غرس مبادئ الحزب الإلحادية لغسيل دماغ الأطفال الصغار من الإيغور لإجراء تغيير شامل في الفكر في سن صغير، بحيث يتعلم الطفل ثقافة الهان دون قيد أو شرط. أنهى انقلاب في زيمبابوي 37 عاما من الديكتاتورية، وخرج مؤيدو حزب حركة التغيير الديمقراطي الذين عارضوا الانتخابات مع الشرطة في مظاهرات في العاصمة الإفريقية هاراري، بحيث تدخل الجيش لإيقاف المظاهرات. وبحسب وكالة رويترز تم إطلاق النار على شخصين. قالت وكالة الفضاء في كازاخستان إن كازاخستان تعتزم التعاون مع روسيا لتطوير صواريخ فائقة. مرة أخرى حذرت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا أنها إذا استمرت أنقرة في شراء ونشر نظام صواريخ الدفاع الجوي S-400 من روسيا كما هو مخطط له، فإن واشنطن ستفرض عقوبات على تركيا ولن تسلمها مقاتلات F-35. ووافقت الجمعية العامة على قرار العقوبات بأغلبية الأصوات. ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار مخصصات الدفاع بقيمة 716 مليار دولار في 26 بأغلبية الأصوات، وأنها ستحد من تسليم مقاتلات F-35 إلى تركيا في حين مواجهة تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية مع الصين والاستثمارات الأجنبية.